الى افساد سياسي. طب الاخ الاستاذ يسري رفع قضيه لان المستشار الخضيري ودكتور ممدوح حمزه قعدوا في ميدان التحرير وعملوا محاكمه شعبيه دراميه لمبارك. واي حد بيقول حاجه يعملوا قضيه. طب واحنا ليه ما بنقولش الكلام ده؟ يعني انا مش شايفه ان في حد من الشعب المصري راح رفع التهم دي كلها على هذا النظام وعلى هؤلاء. شوف يعني بنحاكم على فيلا، بنحاكم على اتفضل. رأيي الحقيقي ان هناك مخطط منذ اول لحظه في الثوره من المجلس العسكري ان هو هيتلقف هذا الحكم، ولذلك قامت هذا النظام بتصميم القضايا دي عشان مبارك يطلع براءة من الأساس، لأن هم مربوطين كلهم مع بعض بحبل واحد، لأن ده هذا المجلس العسكري ده اختيارات مبارك، يعني دي رجال مبارك، وبالتالي كانت اللعبة إن يجي عمر سليمان. المجلس العسكري أعلن انضمامه للثورة. ماليش دعوة يعلن، أنا ماليش دعوة ماليش دعوة بالأدبيات، أنا ليا دعوة بالإجراءات. هذا المجلس العسكري توقع واعتقد إن الشعب هيقوم، هو ليه مصلحة من الثوره والشهداء اللي قامت، شلنا له الوريث اللي هو جمال مبارك اللي كان هيركب على رقبته هو كمجلس، وهو شرعيته كمجلس مش هيقبل ان ابن رئيس الجمهوريه. فاتفقوا سوا انك انت يا حاج تعال على جنب كده ويمشي جمال مبارك ويستلم، وعلى اعتبار الشعب المصري يعني هيتخانق له شويتين، ما انت عارفين مصر وهتهمل. اسمعي بس تصوري، انا عندي سيناريو هكمله ارجوكي عشان ما ابقاش مبتذل. عندك 60 واللي حصل ان هو لما عمل كده اعتقد ان الشعب ده طيب وابله وعبيط، وانت عارف المصري يعني هيسخن شويه وهينام، هتيجي ما جاتش كده اجازه نص السنه، هيدخل الامتحانات. واثبت هذا الشعب العظيم ان هو بالعقل الجامعي نبيه وفاهم، حتى الان بعد 11 شهر مجنن المجلس العسكري ومجنن القوى اللي كانت عايزه تقبض عليه وتصيغ صياغه سيئه ورديئه، على اعتبار ايه؟ يتم مخطط مراعى من امريكا والصهيونيه العالميه وبعض الدول العربيه الرجعيه ان ثوره مصر لا تكتمل. يعملوا ايه؟ يقول لك اخلق نظام وكانه ثوره، علبها وقفلها كده في علب بلوبيف وبتاع، والاعلام تحط 3 الوان وعلى القوره وعلى الظهر وعلى القفا وكده وتخلص، ونستبدل الوجوه القبيحه القديمه اللي هي منتهيه الصلاحيه واللي هي زي عز كل اللي اتشالوا، وتجاب جماعه جديده وتبدو كانها معارضه ثوريه، ويتضخ هذا النظام بشكل جديد ببرلمان جديد تمارس نفس السلطه. وده اللي بيعمله المجلس العسكري، واللي احنا فيه دي زحليقه عشان تخرجنا بره السياق، علشان على سبيل المثال يتم تشتيتنا في انتخابات. لما حصل الخطه بتاعت نعم ولا، ضحك علينا عشان كان الشعب بريء، لان اول مره من 7000 سنه تقوم ثوره عظيمه مثل هذا، ثوره حتى الان بتستلهم منها كل الدنيا، امريكا بتستلهم كل الدنيا، لان دي امه الامم، لانها امه متحضره وحجبت عنها وتعاملت معها كل مؤامرات الاستعمار، واستطاعت ان تصلب طولها وتقعد ده، فاتقسمت نصين، وده حيل كانت معموله، وده شغل مخابراتي بنفس الطريقه بتاعت عمر سليمان، لو نفس التكنيك اللي هو شقهم، وناس يقول ونعم ولا، وكاننا بنعيد اكتشاف الاسلام. احنا مسلمه من 1400 سنه او ما يقل قليلا، وعندنا الازهر الذي حمل الاسلام في المشارق والمغارب في فتره المغول والتتر والصليبيين. احنا الامه. الدليل على كده هذا الشعب في 11 شهر بلا بوليس، بلا دوله، بلا وزراء، بلا جيش حتى كمان، استطاع انه يحافظ على الاعراض وعلى الاموال، ولم تخرج منه اي خروج عن النص. حصل بعد العمليه دي ان احنا فعلا قمنا بيه شيل المواد المعيبه في قانون 71، وهو من احسن القوانين، لانه هو زي بتاع 54 اذا كان يتفق معايا، لان لا يفتى وملك في المدينه، معانا ناس متخصصه. هو قانون اللي حصل 23 وهو بنفس الصيغه، والاسلام ما فيش فيه هزار، لان نص اللجنه اللي عملت هذه الماده بتاعت مبادئ الشريعه الاسلاميه اصل رئيسي واساسي في الدستور وللقوانين ده تم، كان نص اللجنه كان نصها اباط. يعني عايز اقول هذه مدرك وحقيقه جماعيه، هي شغلتها الحفاظ على الاسلام وتعديله كمان على فكره، وتصدير الثوره الاسلاميه مصر. ولذلك اتقسمت الناس وضحك عليها، و18 مليون لما لقوا في 18 مليون في يوم، ولو كانوا فتحوا الباب بيوم واثنين كان هيبقى في 36 مليون. اتخضت اجهزه المخابرات القديمه اللي هي ما زالت تعمل حتى الان واحنا بنتكلم دلوقتي، قال لك للشعب مع الثوره ياخد ثقه بعد ما ضرب العسكر
اسوأ بوليس الدنيا، 2 مليون بعزقوا كرامته، بعزقوها مرتين علشان نتكلم على يوليو بعد كده، ما كانش مصادفه وقال لك تعبنا و5 ايام ومن الناس 8 يوليو لا على 8 يوليو. وبعد كده لما لقوا الحكايه كده راحوا عاملين الاستفتاء على فكره هو بيصحح دستور 71. ففجأة المجلس العسكري نفسه في حزب لانه ملوش موضع قدم من الشرعيه في اداره شؤون البلاد، لانه ملوش وصف بهذه التصحيحات. فراح لقى نفسه راح عامل خطأ اسوأ، انه ابتدع 62 ماده اعلان دستوري، والاعلان الدستوري لا يتم هكذا. طب ما كنت بدل التسعه كنت حطيت على التسعه 62 واستفتيت عليها، ودي استفتاء يبقى بالنقاط. لذلك هذا المجلس ليس شرعي حتى الان، ما عندوش غطاء شرعي. لما خلصت قانون الطوارئ ومدته افتعل الازمه وجرجر شبابنا ليه عند جنب السفاره عشان يفتعل الازمه بتاعه مديريه امن الجيزه، علشان تاني يوم الصبح يطلع قانون الطوارئ. يبقى المشرع يجي المستشار طارق البشر اللي هو المشرع، اللي هو حتى كمان كان في تعاطف معاه بينه وبين المجلس العسكري، يقول له هذا خطأ، فهو يقلب عليه ويطلع لواء من عندهم بيقول القضاء ما اعرفش القضاء في ايه، ويقول له لا، يقول له يا عم لا انا المشرع، اذا حصل اختلاف وجد انا المشرع، بقول لك هذا ليس صحيح، انت ما عندكش الغطا ده. انا بعتقد ان هو في مسبيره افتعل هذه الازمه ودعا الشعب المصري عشان يقتتل ما بين المسلمين والمسيحيين باعتبار هكمل وجهه نظري وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه، قولوا لا، هي وجهه نظر واحده، وافتعل هذه الازمه عشان الغطا بتاعه قانون الطوارئ مش كافي ليه، فعايز قانون احكام عرفيه. اعمل ايه؟ اضرب دول في دول، فيا الصبح هلاقي 2 مليون مقتولين، فاعل الاحكام العرفيه، وبذلك يبقى عنده غطاؤه الرسمي متجاوزا للغطاء غير الدستوري اللي هو بتاع قانون الطوارئ، لانه مش دستوري. يشاء السميع العليم تثبت هذه الامه العظيمه، وفي بلاد زي اسيوط نصها اباط ونصها مسلمين، وناس ما بتفكرش في الحاجات دي. التلفزيون المصري يقول لهم لازم تقتلوا الاقباط اللي بيقتلوا الجيش. ده خطأ واعتذر. لا هكمل السيناريو بتاعي، خطأ مهني، هكمل السيناريو. معلش. واذا الشعب بعبقريته يقفل الدكاكين ويقصر الشر ويروح، وتاني يوم تبان الخيبه اللي بالويبه، وان هذا شعب عظيم على فكره. وكل اقباط مصر الان انا بقول لك على الحس الجمعي يقدرون لمسلمي مصر هذه الحكمه التاريخيه وهذا الاداء، ان هو يتم استنفارهم واستفزازهم ضد الجيش. يعني اي واحد انا ساكن جنب واحد قبطي وانا مسلم ومتخانق مع حاجه خايبه قديمه، هلاقي مبرر انزل بمطوه واضربها في بطنه واقول والله المجلس العسكري هو اللي قال لي كده بالتلفزيون وعندي شرعيه القتل. ما كانش في حل غير كده. اما ان تقوم هذه الامه بالحراسه. المجلس العسكري ما قالش للتلفزيون يقول كده يا دكتور عناني. التلفزيون اذا كان اللي ماسك التلفزيون المصري مراسل عسكري، يعني في المخابرات العسكريه. لا مش خطأ مهني، مش خطأ مهني يا ست. لا والمترو خطأ مهني، انه يعلن في المترو ده خطأ مهني ولا ده تنظيم مركزي؟ ما علينا، اكمل السيناريو بتاعه وحضرتك تقولي اعتراضات. بعد ما حصل ده تآمرية شديدة. لا ما هي متآمر، الله انت لغايه دلوقتي في تآمر. التآمر الاخطر، والحقيقه انا بعيب على كل الاحزاب وعلى كل القوى السياسيه في مثل والله ما انا بقول، وبهذا والله وهذا مبدأ العيب، ولا ينبغي ان انا كنت ضد الانتخابات وقلت ما فيش حاجه اسمها انتخابات واحنا ما عملناش مهام الثوره دي، في طلبات، ده في ناس ميته، ولقد كان لكم في الحياه خصاصه ان اولي الالباب، في ناس ميته، لو ناخد دم الميت وناخد الفلوس المهربه، ده نسونا فلوسنا المهربه والداخليه والخارجيه وندخل في انتخابات داخلها فلول. انا مش مشكله عندي اي تيار سياسي، انما ان يقوم التيارات السياسيه المحترمه اللي هي المفروض مشاركه في الثوره بان هي تبيض الانتخابات القادمه عشان يدخل لفلول من الحزب الوطني امثال على من التشكيلات اللي احنا شفناها دي، عشان ناخد منها لجنه دستوريه، لجنه تصيغ لنا الدستور ان شاء الله، وبعدين يقول لك هنرفع عليهم قضايا لو ثبت ان هو بعد سنتين ان هو والراجل ده هيشترك في صناعه الدستور. اي دستور واي برلمان نحن ننتظره. ازاي نساق ونبعدون عن الثوره؟ الخطه بيعملها المجلس العسكري عشان البرلمان ده لما الناس تنتخب وتروح يبقى ده بديل الثوره. يقول لك لا يا حبيبي انت بتمثل مين؟ لما كلم البرلمان، وبالتالي عمل ايه؟ لجأ لتخويف الناس ب 500 جنيه ضريب يدفعها لو ما راحش يصوت. وانا بقول للناس اياكوا والخديعه دي، ما تروحوش صوتوا، ودي لعبه عاملها المجلس العسكري جرجره رجلين. انت بتطالب بمقاطعه الانتخابات؟ لابد، دي اخطر شيء هيبوظ الثوره، وكل الطلبات اللي عايزاها مصر لا ينبغي. الدستور يقول ايه؟ ب 71
رئيس المحكمه الدستوريه العليا اللي موجود دلوقتي ما ينفعش لان هو من خارج القضاء الدستوري. ما راحوش بقى انتخبوا، هنقعد لغايه امتى؟ لا في شكل قانوني. لا مش ايه لغايه امتى؟ قعدت مصر 11 شهر بدون بوليس وبدون وزاره، مفيش حكومه وبدون على فكره وبدون يعني عسكر كمان. احنا اللي جبنا الاعتبار للعساكر اللي ماتت على الحدود مع اسرائيل. اسرائيل اعتذرت لمصر عشان شعب مصر مش عشان جيش مصر. يا دكتور اه المجلس العسكري. اسمعي بس اقول لك كلام النهايه. هذا الشعب تم اختباره. اولا مصر اثبتت في 11 شهر لا محتاجه رئيس جمهوريه وما اختارتش لغايه دلوقتي رئيس جمهوريه ولا محتاجه برلمان. ما تاخذي مش برلمان. من امتى احنا البرلمان الرجل الذي يتكلم؟ هنجيبها بالانجليزي. ومن امتى احنا ايه الديمقراطيه؟ طب احنا امه الامم واهو التدريب. ما فيش امه في التاريخ تقدر تعمل ده في 11 شهر، تحافظ على عرضها ومالها والخطر يجيها من المباحث امن الدوله والمخابرات البلطجيه ال 160,000 والاكل والنوم ويقعدوا يكلمونا على البورصه. ده لوتريه. نسمع بقى الاستاذ عاطف ونسمع